أوقف كل شيء، يوسف النصيري ممكن يلبس الأبيض والأسود قريب. إي نعم، السيدة العجوز قاعدة تقفل صفقة من العيار الثقيل. تخيل مهاجم مغربي كان قبل شوي يسجل في تركيا، وفجأة يصحى بكرة يلقى نفسه في تورينو. والأغرب الاتفاق وصل للمرحلة الأخيرة، يعني الموضوع مو إشاعة قهوة ملعب. الحكاية تبدأ من اسم واحد ثقيل، فابريزيو رومانو، يقولها بصريح العبارة: يوفنتوس وفنربخشة قربوا يخلصون صفقة يوسف النصيري، والاتفاق الشفهي بين الناديين صار في آخر مراحله. والصفقة مو بيع مباشر، لا، سيناريو أذكى، إعارة لين نهاية الموسم ومعاها خيار شراء بالصيف. بس انتبه، خيار الشراء مو أجباري، يعني اليوفي بيشوف النسخة الحقيقية من النصيري أول، وبعدين يقرر يقفلها نهائي ولا لا. من اللي كسر الجمود؟ هنا المشهد يصير كأنه فيلم. المدير الرياضي ليوفنتوس ماركو أوتونيلي يسافر لإسطنبول بمهمة خاصة عشان يفك العقدة المالية ويكفل التفاصيل. وبحسب نفس القصة قدر فعلا يكسر الجمود ويتفقون على قيمة خيار الشراء، وبهالخطوة صار طريق تورينو أقرب بكثير. والحين السؤال اللي يخليك تقول لا مستحيل، هل يطلع النصيري هو البديل الاستراتيجي اللي دور عليه اليوفي لهجومه؟ الأرقام اللي تخليك تفهم ليش اليوفي متحمس. هذا الموسم مع فنربخشة 8 أهداف زائد صناعة هدف واحد خلال 15 مباراة بكل المسابقات. يعني لاعب جاهز ومشتغل، مو اسم كبير بس على الورق. بس لحظة، باقي تفاصيل على جهة اللاعب لازم تنحسم، وهني ممكن يصير الانعطاف اللي ما أحد يتوقعه. إذا ودك تعرف هل بيطير النصيري لتورينو قريب ولا بتطلع مفاجأة تقلب الطاولة، تابعني واشترك، لأن بكرة عندنا خبر ممكن يولع الميركاتو.